لأن في قمع، بس نادي الزمالك في هذا الموضوع يستاهل القمع، علشان الإمارات المجلس الرياضي لأبو ظبي ينظم كأس السوبر المصرية الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر، بعد ما امتنع عن تنظيمها بعد أحداث الشغب واعتداء لاعبي ومدرب ومدير الكرة بالزمالك على مدير أمن الملعب السنة اللي فاتت. وأبو ظبي قالت مش هننظم تاني، وهاني أبو ريدة راح اتحايل عليهم ونجح ان هو يرجع البطولة لأبو ظبي، بس أبو ظبي حطت شروط. الشرط المهين لنادي الزمالك ايه؟ ان لازم نادي الزمالك يقدم تعهد، مجلس الإدارة يقدم تعهد، والتعهد ده تبقى صيغته واضحة ان نادي الزمالك بيعترف بايه؟ بيعترف بالخطأ الجسيم اللي ارتكبه لاعبوه ومدير الكرة في العام الماضي، وانه بيتأسف على الخطأ الجسيم اللي ارتكبه عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل دونجا في الموسم الماضي، وبيتعهد ان لاعبيه ومسؤوليه وكل اداريه هيلتزموا باعلى درجات الروح الرياضية والاخلاق واللعب النظيف واحترام لوائح وقوانين البلد المضيف.